بعد الفيديو ده هاخلّيك تقول الحمد لله على نعمة الألم. مش مصدّقني؟ طب كمّل وشوف. تخيّل إنّك تُقع من فوق السلِّم، تتكسر وينزف منّك دم كتير، بس تقوم ولا كإن في أي حاجة حصلت. في ناس كده فعلًا بيعيشوا حياتهم من غير ما يحسّوا بأي نوع من أنواع الألم، ولا صداع ولا جروح ولا كسور ولا حروق ولا أي حاجة بتحرّك فيهم شعرة. المرض ده اسمه عدم الإحساس الخلقي بالألم، ودي طفرة بتحصل في جين معيّن اسمه SCN9A. المفروض الجين ده هو المسؤول عن إرسال إشارات الألم للمخ، بس لما يحصل خلل الإشارة دي مش بتوصل، فممكن تتكسر أو تتلسع أو حتى تتقطع ولا كأنك عملت أي حاجة. طب تفتكر دي ميزة؟ لأ خالص، لأن الألم ده أصلا جهاز إنذار، هو اللي بيقول لجسمك إنه في خطر. تخيل معايا كده طفل صغير عنده ورم خبيث بيكبر في جسمه لحد ما كبر ومات وهو ما كانش يعرف أصلا. أو مثلا طفل نايم لدغته عقرب ومات وهو نايم وما كانش يعرف. أو حد نايم والدنيا ولعت بيه ومات محروق. مش دول لو كانوا بيحسوا كان زمانهم أنقذوا حياتهم؟ ناس كتير ماتت بسبب الجروح اللي ما حسوش بيها أو حصل لهم تآكل في المفاصل من كتر ما كانوا بيضغطوا على جسمهم. هو مرض نادر جدا، لكن بيوريك قد إيه الألم مهم، وقد إيه إنك تحس دي نعمة. عرفت ليه قلت لك في الأول هخليك تقول الحمد لله على نعمة الألم؟